بريكس، النظام العالمي الجديد، نظاماً يشارك فيه العرب آراءهم لأول مرة عن مستقبل العالم. فما هو؟ وما مستقبله؟ وهل يسكت العالم الغربي عنه؟ كل هذا تشاهدونه هنا فهذا الفيديو. بريكس هو نظام تم إنشاؤه من 4 دول، وكان يدعى سابقاً بريك، لكن بعد انضمام جنوب أفريقيا عام 2010 أصبح اسمها بريكس. كان يهدف النظام الجديد إلى مواصلة لتنسيق في القضايا الاقتصادية العالمية، بما فيها التعاون في النظام العالمي المالي وحل قضايا إمدادات الغذاء والتخلص من هيمنة الدولار إلى الأبد. ويعتمد الهيكل المالي لبريكس على عنصرين رئيسيين: الأول هو بنك التنمية الجديد، ويمتلك صندوق احتياط نقدي بقيمة 100 مليار، والثاني هو ترتيبات احتياطي الطوارئ، هو إطار لتوفير الحماية ضد ضغوط السيولة العالمية، وهذا يشمل قضايا العملة، وهذا ما ساعد روسيا في حربها مع أوكرانيا في عدم تدهور الاقتصاد الروسي. وعندما بدأ القادة وكبار الدبلوماسيين في الدول المؤسسة مناقشات لتوسيع المجموعة، أظهرت الكثير من الدول اهتماماً بعضوية بريكس، ولكن وقع الاختيار على 6 دول فقط، وهم مصر، السعودية، الإمارات، الأرجنتين، إيران، إثيوبيا. ويأتي هذا في محاولة تخلى الدول عن الدولار، وهذا ما تحدث عنه رئيس روسيا فلاديمير بوتين. Набирает силу объективный, необратимый процесс дедоларизации наших хозяйственных связей. Предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. В прошлом году она составила всего лишь 28,7%. وتأتي مصر من أوائل الدول التي تسعى للتخلي عن الدولار بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد. فماذا تستفيد مصر من الانضمام إلى مجموعة بريكس؟ انضمام مصر لمثل هذا التكتل الضخم اللي بيمثل أكثر من 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالم، وبيمثل ما يقرب من 40% من سكان الأرض، فرصة ممتازة لتعميق التعاون مش بس التجاري، ولكن التعاون على مستوى يرقى إلى حل المشكلات القائمة اللي بتؤرق العديد من الشعوب، خاصة الشعوب الأفريقية. ومن ثم يمكن جاء الطرح المصري بضرورة البناء على قمة نتائج قمة المناخ 27 والاستعداد لقمة مناخ 28 وطرح قضية الغذاء، خصوصا فيما يتعلق بالحبوب وصادراتها حول العالم وما يلحق بها من ضرر بالغ يؤثر بشكل واضح على يعني التضخم في دول كثيرة. يمكن احنا بنتكلم على أكثر من 90% من الأثر نتيجة للصدمات في أسعار الغذاء بيقع على عاتق الدول النامية، ومن ضمنها دول طبعا البريكس بلس في الوقت الحالي. فأكمل طبعا التحرك المصري من خلال طرح رؤيته بجعل مصر هي بمثابة نقطة التقاء لتجارة الحبوب العالمية، تأمينا للغذاء العالمي وتأسيسا لمرحلة جديدة في النظام الاقتصادي العالمي. دكتور فرج على ذكر توسيع العضوية، وجه الاستفادة الحقيقي وانعكاس ذلك على الدولة المصرية. بكل تأكيد هناك عدد من الاستفادات في الأجل القصير. بنتكلم في تعميق التعاون التجاري ما بين الدول الأعضاء، تخفيف الضغط على العملات الأجنبية، خصوصا أنه هناك اتجاه واضح نحو من خلال الدول الأعضاء في بريكس نحو تعميق التبادل التجاري بالاعتماد على العملات المحلية بديلا عن الدولار، بالإضافة طبعا لتعزيز التعاون في مجال التمويل منخفض التكلفة. احنا شاهدنا دخول مصر عضويتها في 2021 لبنك التنمية الجديد، وهو معني بتوفير تمويلات ملائمة للدول الأعضاء، ميسرة، منخفضة التكلفة، تستهدف بشكل أساسي تمويل التنمية الحقيقية في هذه البلدان.
بكل تأكيد من المؤكد أن تعود على مصر من عضويتها في بريكس بلس زيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، إتاحة الفرص التمويلية طويلة الأجل الممتازة متعددة الأطراف في العديد من المجالات ويمكن في مقدمتها القطاع الصناعي وبالتحديد قطاع صناعة السيارات. هيدي فرصة للدولة المصرية الانخراط بشكل أعمق في عدد من القطاعات التي سعت فيها الدول المؤسسة، ويمكن تيجي في مقدمتهم الصين في تعميق الصناعات اللي ممكن ما تكونش موجودة عندنا في الوقت الحالي ومنتظر إن هي تدخل خلال الفترة الجاية، خصوصا إن التوجه العالمي بعد أزمة كورونا وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية يشهد بشكل كبير إعادة توزيع آلة الإنتاج ومراكز الإنتاج لعدد كبير من السلع الصناعية المؤثرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالم كله. إذا ستكون الاستفادة سعى حاليا هذا التكتل الذي بدأ قبل سنوات في 2009 بدأ إلى توسعة عضويته. أستاذ محمد والضيف الكريم والسادة المشاهدين، في الواقع هذه طبيعة الأمور وطبيعة المنظمات الدولية. الاتحاد الأوروبي حين بدأ بمجموعة متعلقة بصناعات الفحم والصلب، ثم امتد إلى سوق أوروبية مشتركة، ثم إلى الاتحاد الأوروبي جرى التوسيع اللاحق. الدول التي بدأت أقل كثيرا من الدول الأعضاء حاليا في الاتحاد الأوروبي. هذه طبيعة المنظمات الاقتصادية والأحلاف العسكرية. ما يخص هذه الحالة دول البريكس، فإن الصعود نفسه لم يكن مخططا له منذ البداية، لأن البداية التاريخية لهذا الأمر أن اقتصاديا بريطانيا تحدث عن 4 دول يمكن الاستثمار فيها بعد أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، وقال إنها الصين وروسيا والبرازيل والهند. هذه الدول وجدت أنه لماذا لا نتحد، فكان أطلق عليهم وصف البريك، ثم بعد ذلك قالوا لماذا لا توجد دولة في أفريقيا تنضم إلينا. وحسب معلوماتي من شخصيات مصرية تولت مناصب سابقة أن الرئيس لولا كان وقتها أيضا رئيس البرازيل عرض على مصر أثناء حكم الرئيس حسني مبارك أن تكون مصر الدولة الأفريقية العضو في هذه المنظمة، لكن الرئيس مبارك لا اعتبارات متعلقة بعلاقات مصر بالغرب في ذلك الوقت، خشي من أن يدخل ذلك على علاقات مصر الخارجية، فكان الاختيار لجنوب أفريقيا. في كل الأحوال كان منطقيا بعد هذه السنوات من التأسيس والنجاح لهذه المجموعة وتأسيس بنك التنمية 2014 أن يجري توسيع المجموعة على النحو الذي تفضلت 5+6. برأيك هل مصر قادرة على الخروج من أزمتها الاقتصادية بعد الانضمام إلى بريكس؟ وهل هذا التكتل قادر على تغييرها اقتصاديا وسياسيا؟